لم يتورع المجرم عمار بالوش الطالب في السنة الثانية في كلية الهندسة الطبية بجامعة دمشق عن إطلاق النار على زملائه في مقعد الدراسة بمسدس حربي. فأي فكر يحمل هذا المجرم؟ ما بلشنا المذاكرة فات دغري لعند طالب خضر خازم يا حرام، الله يقيمه دغري براسه، شباب رفقاته ومنهم الشهيد حسين، منهم شهيد غاروا يدافعوا عنه، قام دغري اول سنه هيك رش هيك يعني وراح. استشهد حسين هاني غنام بينما ترك زملاء دراسته خضر خازم في حالة خطرة، وسلطان رضوان وجورج فرح وبير لحام في إصابات بالغة. اليوم الثلاثاء عندنا مذاكرة رياضيات الساعة 9 الصبح. كنا قاعدين هون متواجدين بهذه المقاعد هون كلياتنا مجموعة من الطلاب. شفنا القاتل الصبح كان بشكل عادي، ما كان انه كان الطالب هو بالحال العادي انطوائي وما كان له اي علاقات، ما كنا نشوفه يحكي مع العالم كثير. فجاء انه فات، يعني نحن عم نكتب الاسئله اللي ورا الدكتور، فات وسمعنا صوت واص، طلعنا كلنا توطينا، طلعنا لقينا عم يقوص اتجاهنا، ومجموعه من رفقاتي انا لقيته على الارض والدم عبى، طبعا بطحت. يعني العنايه الالهيه نجت كم واحد فينا، والقدر اللي لعب دوره. وهي بس الجامعه العربيه تيجي تشوف، لا كان مظاهره ولا كان شيء، لا كان مقاعد دراسه، ونحن موجودين. يعني اذا بيطلبوا شهادتنا نحن موجودين نشهد. اول ما بلش الدكتور يكتب الاسئله على اللوح، كنا يعني طبعا نحن اساتنا اول شيء ما بنكتب اسمائنا على الورق، يعني فجاه ما سمعت غير صوت اطلاق نار. يعني انا ما كنت بعرف انه صوت اطلاق نار، فكرت في فتيش او ماس كهرباء طلع الصوت يعني، وصاروا الطلاب يصرخوا، انبطحنا كلنا على الارض. ما كنت عارف اسا شو القصه يعني. طلعت شفت رفقاتي متصاوبين. بعدها صار في جو ذعر ورعب بين الطلاب يعني، وجينا نحن حاولنا نسعفه لصديقنا، حملناه كلنا وصرنا طلعناه لبرا البناء لبين ما تيجي سيارة الاسعاف. يعني كنا داخلين على قاعة بدنا نعمل نقدم مذاكرة، تأخر الدكتور شوي، طلعنا لبرا شوي من بين ما اجى الدكتور. بعد اللي اجى الدكتور فتنا لجوا، طلعنا الورق عم سجل اسامينا. فات الدكتور ما لحق يكتب بداية السؤال الأول، فات الطالب قوس رفقاتنا. وبعدين يعني نحن أول رصاصتين لحتى استوعبنا شو صاير، إنه هي إطلاق نار أو شيء. يعني سعفنا رفقاتنا، هداك كان هربان، أنا كنت قاعد هون في محراب العلم وجرح طلبة العلم، لكن من زميل لهم فمن يمثل هذا المجرم ولمصلحة من استهداف الكفاءات والكوادر العلمية طلبة ومدرسين، ولكن هو الإرهاب الذي يواجهه الشعب السوري الصامد في وجه مخطط يستهدف سوريا والمنطقة بأكملها.